بده يشتري الايفون الجديد انا بسميه ضحيه، متاسف. خلينا اعمل لك المقارنه على صفحه ابل. هيها ايفون 15، ايفون 14. خلينا نشوف. شايف الديسبلاي، الشاشه زيها زي ما هي. هاي نشوف. صارت تيتانيوم بطلت ستينلس ستيل. الحين بحكي لك عن قصه صديقي. صار البروسيسور اسرع اي 17 بدل اي 16. رفيق الي بياع على امازون بقول له بطرس انا صار لي بروسيسور سريع. بقول له طب انت بتلعب العاب؟ بقول لي ما بلعب العاب. بقول له يعني بكل صراحه بدي اقول لك يعني انت فارق عليك وانت قاعد على الحمام تتفرج على فيديوهاتي اذا صارت ملي ثانيه اسرع؟ بعدين بحكي لي الكاميرا صارت احسن. شوف الكاميرا صارت اسوء. شوف كانت 48. اكيد احنا بندفع فلوس اكثر عشان تصير 24. خلينا نشوف كمان البطاريه. لا ما صارت احسن، كلها زي ما هي. هذا الفرق. صار اليو اس بي سي بدل اللايننج كيبل. اوكي حبيبي، طب انت بتستخدم الايردروب ما بتحتاج الكيبل اصلا. كل شيء هون نفس الفرق. وشوف مهاره التسويق. هون حكوا لك تيتانيوم من الفضاء وهون ستينلس ستيل. سالته هذا الشاب شو الايفون اللي معك؟ ايفون 14. هذا التليفون اللي انا بستخدم فيه هذا الفيديو بسجل في هذا الفيديو هو ايفون 13. سالته عمره تكسر عندك تليفون؟ عمره ما تكسر تليفون. طب ليش انت بدك تشتري؟ لانه هذا استهلاك. اشتري لي يا حبيبي كتب، اشتري لي دورات، اشتري سهم في ابل بدل ما تشتري التليفون. والله يا شباب خربوا عقولنا بهذه التسويقات. استثمر الاستثمار الصحيح، ما تكون مستهلك. وابعت هذا الفيديو لكل واحد بده يشتري الايفون.